السلام عليكم يا صباح الخيرات. النهاردة بقى عايزة أقول لكم دعاء حلو جدا 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 في ظل الظروف والوضع اللي احنا فيه ده. عايزين يا جماعة نستودع أولادنا. احنا في وضع صعب إلا ما رحم ربي، احنا في دنيا صعبة إلا ما رحم ربي. القتل والخطف، والأولاد والمشاكل وكم اللي احنا بنشوفه ونسمع عنه ده. احنا ما فيش أي حاجة بإيدينا غير إننا بنعمل اللي علينا، بنحاول نربي كويس، بنحاول ننصح كويس، بنحاول نراعي ربنا في أولادنا. ولكن ده الجانب اللي احنا بنعمله. بس في جانب مهم جدا جدا جدا، ان احنا نستودعهم عند ربنا. ده قبل اي حاجة. انا بعمل اللي عليا وفي نفس الوقت بتوكل على الله. انا بحاول احافظ عليهم وبنفس الوقت بستودعهم عند ربنا. قبل ما ينزل مدرسته، حتى حفظ لابنك الدعاء ده قبل ما ينزل مدرسته، قبل ما ينزل درسه، قبل ما يمر بأي موقف، حتى وهو نايم. استودعك الله الذي لا تضيع ودائعه، ان ربنا يحميهم ويحفظهم من كل شر. استودعكم الله ان ربنا يحفظكم بعينه التي تراهم ولا تراك. يعني يا رب احميهم واحفظهم بعينك التي تراهم، انت شايفهم يا رب وعارف دنيتهم ايه، ولا تراك، احنا يا رب مش شايفينك بس احنا بندعوك. استودعوا اولادكم عند ربنا قبل اي شيء، حتى لو قاعدين في بيوتهم. ما تستهونوش بالدعاء ده، جميل جدا جدا جدا. وبجد بجد انا عن نفسي ساعات في حاجات بتحصل بقول يعني الحمد لله يا رب. هو يعني ربنا حفظهم، ده كان أقل حاجة كان حصل لا قدر الله في الأولاد كذا. بتحس إن ربنا حفظهم كده من عنده، مع إن الموقف كان ممكن لا قدر الله يتأذوا أو بس تلاقي كده الرعاية والحماية جت من عند ربنا. فبلاش نستهون بالدعاء ده. استودعك الله الذي لا تضيع ودائعه. ربنا يحميهم ويحفظهم من كل شر، وربنا يحميهم ويحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن يمينهم وعن شمائلهم ومن أمامهم ومن تحتهم. وربنا يحميهم ويحفظهم من كل شر يا رب.